النهارده جايه اقول لكم عن اسوأ تجربه جربتها مع امازون. انا طلبت مجموعه حاجات من امازون، ولما طلبتها كانت شكلها حلو على الموقع زي ما انتم شايفين كده. انا طلبت الحاجات دي. اسوأ حاجه كمان في شركه امازون ان طبعا انت بتطلبي الاوردر بتاعك كله على بعضه، مش بيجيلك كل الاوردر بتاعك على بعضه، كل يومين يجيبولك حاجه. يعني يومين وجالي مندوب سلمني الكفر بتاع الموبايل، يومين وجالي مندوب وسلمني اليو اس بي بتاع الموبايل، يومين وجالي مندوب تاني عشان يسلمني النتيجه. تخيلي بقى ان انت طالبه 6 حاجات، فكل يومين هيجيبولك مندوب عشان خاطر يسلمك حاجه. دي اول نقطة مش كويسة فيهم. تاني حاجة كمان الحاجات اللي طلبتها ما طلعتش زي اللي موجودة في الصورة خالص. يعني انا طالبة حاجات جالي حاجة الجودة بتاعتها سيئة جدا، وهوريكم كمان في الفيديو الحاجة جاية عاملة ازاي. هتشوفوا بنفسكم وتقولوا لي رأيكم في شركة امازون، اتعاملتوا معاها قبل كده ولا لا. طبعا دي الحاجات اللي انا طالباها، وتعالوا نشوف مع بعض كده الحاجة اللي انا طالباها مش زي الصورة خالص، وجايالي كمان يعني انتوا هتشوفوا بنفسكم. تعالوا نشوف مع بعض كده. دي طبعا اللي هي بتنظم المفاتيح اللي بتعلق عليها المفاتيح. تعالوا نشوفها جاية عاملة ازاي. تخيلي ان انت تبقي طالبة حاجة بتجيلك حاجة تانية خالص. طبعا دي المسامير بتاعت الحاجة اللي بتاعت تعلقة المفاتيح اللي بتعلقيها بيها. تعالوا بقى نشوف بقى المشكلة الكبيرة اللي جايالي بيها. جايالك مكسورة. يعني تخيلي ان انت لسه بتستلمي الاوردر وجايالك مكسورة، جايلي بالمنظر ده. وكمان لما انا قلت لهم ان الحاجه جايه لي مكسوره قالوا لي تمام ماشي، هنيجي مندوبه يجي ياخدها منك. وطبعا ما حدش سأل فيا. طبعا اللي التاني حاجه جات لي طبعا اللي هي بتاعه النتيجه. تعالوا شوفوا بقى بتاعه النتيجه جايه عامله ازاي وانتوا احكموا بنفسكم. انا اولا كنت طالباها اللون الاسود، بص جات لي اللون الابيض، وشايفين الخشب بتاعها عامل ازاي. تخيلي تبقي انتي طالبة حاجة شكلها جميل جدا من على الموقع وتجيلك حاجة تانية خالص. وكمان الورق اللي محطوط المعمول فيها المفروض ان هو بلاستيك، ده ورق عادي وكمان جاي ناقص. شايفين جاي لي فيها 4 بس. المفروض ان هي دي تبقى نتيجة زي ما انتم شايفين كده. بص الجودة بتاعت النتيجة عاملة ازاي. بجد يعني حاجة مش كويسة خالص. تجربة سيئة جدا. يعني بجد انا صراحة مش هطلب منه حاجة تاني، لان فعلا هم كرهوني في ان انا اطلب منهم اي حاجة تاني. طبعا انا حابة ان انا ارجع الحاجة دي، زي ما قلت لكم ان انا قلت لهم الحاجة مش جاية بنفس الجودة، قالوا لي تمام ماشي هنبعت لك مندوب ياخد الحاجة. وطبعا محدش ولا جه ولا اي حاجة. بجد يعني هي تجربة سيئة جدا. طبعا انا كنت طالبة برضو الفرش دي، وكمان كان عليها عرض ان هي في فرش تانية هدية. مش مشكلة، المهم هي جات لي بس كده من غير العرض اللي هم كانوا قايلين عليه. وجبت كمان الكفر بتاع الموبايل ده. طبعا كفر الموبايل ده جاي لي لوحده. تخيلي ان انت مندوب جايلك عشان يسلمك الكفر بتاع التليفون لوحده. وكل شوية كفر مثلا التليفون جاي، كل شوية مثلا حد جايلك. بتخلصي الاوردر بتاعك لو انت طالبة 6 حاجات هيجولك على كام 6 مرات. طب ليه ما بيجيبوش الاوردر كله على بعضه؟ طبعا ده اليو اس بي. عايزه اقول لكم ان هو مش قد كده برضو. قولوا لي تجربتكم بقى مع امازون عامله ازاي.